السلام عليكم أصدقائي حبايبي، أخباركم إيه؟ النهاردة إحنا في بحري، أحلى حتة في بحري، المينا الشرقية القديمة، مينا اسكندرية. مش هقول لكم أيام السبعينات والثمانينات، لأ، إحنا هنرجع بعيد أوي 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 أوي. يعني ممكن نرجع كده لأيام الفراعنة، من أيام رمسيس التاني. يا راجل، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. المينا دي كانت موجودة قبل ما اسكندرية ذات نفسها تبقى موجودة. هي سبب نشأة اسكندرية من أيام الإسكندر الأكبر، من أيام الفراعنة، من أيام رمسيس الثاني. ودي كانت المينا بتاعة البضايع بتاعة جمهورية مصر العربية كلها، أو مش جمهورية مصر العربية، أيام ما كانت حاجة اسمها مصر أساسا. والمينا دي أول ما ابتدت عملوها كانت عبارة عن قرية صغيرة في الصيادين اسمها قرية نقودة، وكان في وشها على طول جزيرة في البحر اللي هي جزيرة فاروس. وعملوا زي ما تقولوا كده ممر يربط ما بين الجزيرة وما بين القرية دي. ومن هنا ابتدت المينا الشرقية. والمينا الشرقية دي هي اللي كانت بتنقل البضائع كلها لمصر. زي ما انتوا شايفين هي بتمتد من المنشية لحد بحري، كل الحوض ده هي دي المينا. زي ما انتوا شايفين الناس عمالة تصطاد وناس في المية ومراكب، حاجة جميلة. الناس كلها بتستمتع بالحتة دي. دي أقدم حتة في اسكندرية، هي دي أساسا أصل اسكندرية. زي ما انتوا شايفين هي دلوقتي مينا بتاعت الصيد وبتاعت المراكب، والناس اهي طالعة اهي رايحة تركب المراكب اهي عشان تطلع رحلات بحرية. ان شاء الله هنعمل لكم بقى من الله فيديو قريب، رحلة بحرية ممتازة على المراكب الكبيرة دي. يا اما هنركب الفلوكة الصغيرة دي، يا اما هنركب المراكب الكبيرة دي. يا ريت نركب اليخت ده بأمر الله. وهنصور لكم فيديو قريب جدا وحصري على صفحتنا. وشكرا.